ذكر ابن محمد بن المنكدر لما تكلم على قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وعن قوله جل وعلا على سرر متقابلين، قال إن سرير أحدهم في السماء 100 ذراع، لقوله تعالى وسرر مرفوعة، قال إن سرير المؤمن يكون 100 ذراع في السماء، قال فإذا أقبل عليه المؤمن نزل له فركب عليه، قال ثم طار به السرير حيث شاء، قال فيمضي المؤمن بسريره إلى أخيه فيتقابلان، قال فيقول أحدهما للآخر يا أخي أتدري متى غفر الله لنا؟ تدري نحن الآن في الجنة وعرفنا ما كنا نعمله في الدنيا، تدري بالساعة التي غفر الله لنا متى كانت؟ أتدري متى غفر الله لنا؟ فيقول متى؟ قال لما كنا في مجلس كذا وكذا وتحدثنا عن كذا نظر الله إلينا فغفر لنا. والله تعالى نظر إلى امرأة بغي تسقي كلبا فغفر لها، ونظر الله إلى رجل يمشي فرأى غصن شوك في الطريق فنزل من دابته وأبعده، فنظر الله إليه فغفر له. لا نتعامل مع رب غافل عنا، نحن نتعامل أيها المسلمون مع رب بصير سميع حي قيوم لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لما سأل موسى ربه قال ربي كيف لا تنام؟ كيف لا تنام يا ربي؟ فأمر الله تعالى موسى أن يحمل زجاجتين، وحملهما موسى وأمره أن يحفظهما وهو واقف، فلم يزل موسى يحمل الزجاجتين حتى إذا جن عليه الليل وتعب جسده وغلبه النوم فوقع على الأرض وانكسر الزجاج، فأوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى كيف تريدني أن أنام وأنا قيوم السماوات والأرض؟ كيف تريدني أن أنام؟ فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت تتعامل مع رب عظيم جليل كبير ملكه عظيم، لا تعظم عليه عنده معصية أن يغفرها، ولا كربة أن يكشفها، ولا مصيبة أن يرفعها. يا أخي لما تتعامل مع الله بهذه المشاعر تستحي أن يراك الله صائما وأن تنظر إلى محرم، أو يراك الله صائما وأن جاء تضيع وقتك في إنترنت، أو يراك الله حتى لو أفطرت يراك في ليلة من ليالي رمضان وقد فتح الله تعالى الجنة وغلق النار وصفد الشياطين، كأنه يقول يا عبدي اعمل، الجنة تنتظرك والنار أغلقت عنك والشياطين ربطناهم، اعمل، ثم يراك الله تعالى مفرطا. عيب، والله عيب أن يتعامل الإنسان مع ربه بمثل هذه التعامل.